اعلانات رمضان. تعال نتفق على حاجه معينه. اي اعلان معمول الهدف الرئيسي منه ايه؟ ببساطه الاعلان معمول عشان يجذب الشخص او اشخاص يروحوا يشتروا من المنتج، او يروحوا يجيبوا الخدمه، او يهتموا بالحاجه اللي انت مقدمها فيسالوا عليها ويعرفوا عليها وهكذا. يعني من الاخر حضرتك بتسوق خدمه او منتج عشان الناس تهتم بيها وتسال عليها وتجيبها. ده ابسط، طب يعني ابسط حاجه خالص في تعريف الاعلان. ممكن تعمل لنفسك اسم تجاري وتبقى حاجه موجوده في السوق وناس مهتمه بيه فتعلي من قيمتك. ده كلام زي الفل. طيب هل ده اللي بيحصل؟ لا، ما بيحصلش. احنا بقالنا مده تحولت الاعلانات من مهتمه وبتستهدف المستخدم او الشخص اللي انت المفترض تجيبه او الزبون، الى اعلانات كل الغرض منها هي التنميه البشريه. اغاني في اغاني في اغاني، والاغنيه مش متعلقه اصلا بالمنتج، والاغنيه ما بتبرز خدمه كويسه عندك، والاغنيه ما بتخلكش مختلف، كلهم شبه بعضهم. والاغنيه اصلا ما بتخاطبش الزبون بتاعك، يعني ما بتخاطبش او ما بتواجهش الكلام بتاعها للزبون بتاعك. يعني ايه؟ يعني تبص تلاقي الاعلان كله تنميه بشريه بتنميه بشريه زي الفل، تسمعه من اوله لغايه اخره، ما تعرفش ايه المنتج الجديد اللي عندهم او ايه الخدمه الجديده اللي انتوا بتقدموها. يعني انا مش عارف فين الخدمه، ايه الحاجه اللي تخليني اروح لكم؟ مفيش. طيب وبعدين انا في الاخر بسمع الاعلان، والله جميل، بس مش اكتر من كده. طب هروح اشترك معاهم؟ لا. هروح اشتري من عندهم خط شحن مثلا؟ لا. طب هروح مثلا اجيب من عندهم حاجه؟ لا، مش هجيب من عندهم حاجه. ليه؟ لان في الاخر هم مش مقدمين حاجه تخلي او تدفعني ان انا اسال على الحاجه بتاعتهم. ودي مشكله كبيره. في حاجه مهمه جدا في الاعلان، وهي استهداف الاشخاص اللي انت تعمل لهم اعلان. ودي بالنسبه لي برضو مشكله. بمعنى انا مثلا بعمل على خطوط مثلا او شركات اتصالات او شركات انترنت، فغالبا دول بستهدف فيهم مين؟ بستهدف الفئه المتوسطه، تحت المتوسطه، فوق المتوسطه، وهكذا. دي الفئه اللي انا بستهدفها. اما اروح اجيب لهم ناس ممثلين لابسين بدله بالشيء الفلاني، معاهم موبايل مثلا بالشيء الفلاني، وبيتكلموا من مكان غالي جدا، تعتقد من وجهة نظرك الناس دي هتحس بايه؟ لازم تراعي وانت بتخاطب الزبون بتاعك او بتخاطب الشخص انت مستهدفه، انك تحسسه ان الاعلان ده ايه بتاعه، دي الحاجه بتاعتك، دي الحاجه اللي انت المفترض انك تروح عشان تجيبها، لانها الناس اللي فيها شبهك. ده اللي المفترض. لكن ده ما بيحصلش. ممثلين تحس انهم عايشين في حته والناس عايشه في حته، وفي الاخير مفيش حاجه بتتقدم تدفعني انا ان انا اروح اجيب الحاجه دي. ودي مشكله بالنسبه لي، اعتقد بقالها مده. معظم الشركات بتعمل المشكله زي كده. تحولنا من منافسه لشركات اعلانات او تسويق الى منافسه لشركات اغاني. يعني تحس ان انت داخل دلوقتي مين اجمد اغنيه في رمضان، مين احلى اغنيه في رمضان، مين اجمد اعلان في رمضان. اجمد اعلان كانك بتعتبره كمسلسل او بتعتبره كجزء من مسلسل، مش بتعتبره كحاجه بتدفع الناس انها تجيب الحاجه بتاعتها، او بتدفع الناس انها تشترك في الشركه دي، او بتدفع الناس انها تكون مهتمه باسم الاعلام التجاريه. لا، ما بيحصلش. هو اعلان جميل، انا باخده كاغنيه بس، مش اكتر من كده. وده بالنسبه لي مشكله. المشكله الثانيه وهي فكره عرض الاعلانات. لازم تبقى مراعي انت بتعرض الاعلان لانهي طبقه. يعني ما ينفعش مثلا تكون بتعرض حاجه مثلا ب 30 40 مليون جنيه ولا بمبلغ كبير، بتعرضها لناس بتتفرج على مسلسل على التلفزيون. يعني خلي شويه ذكاء، معلش. يعني معلش، انا شويه ذكاء يعني غالبا اللي بيتفرج على التلفزيون عشان يشوف الاعلان بتاعك، يعني فاهم، مش هيقعد واحد من الطبقه اللي معاه فلوس هيروح يتفرج على مسلسل ساعه مثلا منه ساعتين اعلانات او 3 ساعات اعلانات. يعني فاهم، مش هيقعد يتفرج. لا، هيروح لمنصه معينه، هيتفرج على الاعلان بشكل مباشر، هيتفرج على المسلسل بشكل مباشر على المنصه دي ويدفع فيها فلوس. ففكر كويس جدا لما تيجي تعمل اعلان، انت مستهدف مين، واللي انت بتستهدفه انت عايز منه ايه،
واهم حاجه ايه الرساله اللي انت بتوصلها بالاعلان بتاعك، ايه الحاجه اللي انت عايز توصلها بالاعلان. لكن تحول الموضوع الى فكره ان ده اغاني تنميه بشريه، او بدأ الموضوع تحس انه ناس بتنتج اغاني اكتر ما بتنتج اعلان.